مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. وزيرة فرنسية تتدخل بسبب رفض أبو خلال ولاعبين آخرين ارتداء قمصان قوس قزح. منتخب الأشبال المغربي يصل إلى الجزائر العاصمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالصفحة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشيا. وزيرة فرنسية تتدخل بسبب رفض أبو خلال ولاعبين آخرين ارتداء قمصان قوس قزح. دعت وزيرة الرياضة الفرنسية لمعاقبة اللاعبين المتخاذلين تجاه قضية المجتمع الملون. في تطور مفاجئ يثير الجدل، أطلقت وزيرة الرياضة الفرنسية نداء ملحا لمعاقبة اللاعبين الذين رفضوا المشاركة في فعالية لدعم مجتمع قوس قزح، مما أثار تساؤلات حول حرية اللاعبين والحقوق المتعلقة بالتعبير الشخصي. وجاءت هذه الدعوة بعد رفض العديد من لاعبي نادي تولوز وبعض اللاعبين الآخرين المشاركة في الفعالية، والتي تتضمن ارتداء قمصان بألوان قوس قزح ترمز إلى التسامح مع هذه الفئات. وتفيد التقارير الإعلامية أن اللاعبين الخمسة الذين رفضوا المشاركة ينتمون إلى دول إفريقية، ومن بينهم اللاعب الدولي المغرب زكريا أبو خلال الذي يلعب دورا مهما في فريقه تولوز. وعبرت وزيرة الرياضة عن استيائها الشديد من هذا الموقف، حيث قالت لصحيفة لو باريزيان: ما حدث يؤسفني جدا، نعيش في بلد يشجع دائما على احترام حقوق الإنسان، مضيفة أنه يجب على الأندية التواصل مع لاعبيها واتخاذ إجراءات ضد اللاعبين الذين يرفضون المشاركة في الأحداث التضامنية. من ناحية أخرى، أعرب مدرب فريق رين برونو جينيسيو عن رفضه لإقامة يوم تضامن مع مجتمع القوس قزح. منتخب الأشبال المغربي يصل إلى الجزائر العاصمة استعدادا للمباراة النهائي. حلت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة صباح يوم الاثنين 15 ماي 2023 بمطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر. ويبدأ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بداية من اليوم تحضيراته للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بالمنتخب السنغالي لحساب نهائي كأس إفريقيا، والذي سيحتضنه ملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 10 ليلا بعد تغيير التوقيت. كان المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بقيادة سعيد شيبة قد سبق وضمن تأهله لكأس العالم بعد فوزه على الجزائر البلد المنظم في ربع النهائي، فيما تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره المالي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالصفحة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشيا.